السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايه لكم النهارده بقى بعد ما اتسلقت شويه في الشمس بره ورحت جبت شكاره الرز المحترمه دي، لان انا الرز عندي كان خلص خالص، فجبت شكاره وجريت جري روحت على البيت. ما جبتش اي حاجه تاني خالص. اول حاجه عملتها طلعت بس ايه كيس لحمه مفرومه كده من عندي في الفريزر. قلت تفك شويه على ما اغسل شويه المواعين، كان عندي المطبخ مليان كميه مواعين رهيبه. الجو نار مش مشجع الواحد ان هو اصلا لا ينظف ولا يغسل ولا يعمل اي حاجة. الواحد بس عمال يشرب في عصاير ومية ونايم، مفيش اي حركة. الجو صعب قوي قوي بجد، يعني ربنا يرحمنا يا رب من النار وعذابها ويهون علينا اللي احنا فيه يا رب، اللهم امين يا رب. المهم انتوا عاملين ايه؟ طمنوني عليك، وحشتوني قوي 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 قوي. الفترة اللي فاتت بقى انتوا عارفين الجو صعب، فالواحد بصراحة مكسل يقوم يصور او يلبس او الكلام ده. التصوير في الحر ده بيبقى صعب قوي قوي قوي، يعني غير الشتاء الواحد بيبقى في الشتاء عادي. انت كده كده ايه لابسين ومتقلين وعايزين نتقل اكتر وعايزين نقوم نعمل علشان خاطر يعني ندفى شوية او جسمك يسخن مثلا فتحس ان انت دفيان. لكن في الصيف موضوع صعب، يعني مراوح ما بتقفش، مراوح بقى واللي عنده تكييفات ما بتوقفش الجو. يعني ربنا بجد يرحمنا ويرحمكم يا رب، وربنا يخفف علينا يا رب كل اللي احنا فيه، اللهم امين يا رب. المهم بقى قلت اما اجي كده ايه اسليكوا شويه وونسكوا في الولعه دي، واللي لسه ما خلصتش شغل بيتها تقوم بسرعه تخلص اللي وراها، لان الواحد خلاص جايب اخره من الحر ده. لو لسه بقى ما نضفتيش مطبخك قومي يلا نضفيه وخلصي اللي وراكي واقعدي كده وشقتك نظيفه وزي الفل. انا عارفه ان انتوا كلكم نضاف وحلوين وزي العسل والله العظيم، يعني تكفي بس كده ان انتوا يعني انتوا اللي مفرحيني في الدنيا دي، انتوا حبايبي واخواتي وكل حاجه حلوه. ربنا يديمكم نعمه ليا يا رب في حياتي، ويجعل ما بيننا دايما موده وحب واحترام، كل حاجه حلوه يا رب. فقلت بقى اونسكوا شويه ونتونس مع بعض شويه النهارده ونخلص اللي ورانا. شغلي الفيديو بقى وقومي اعملي وخلصي كل اللي وراكي وانتي بتتفرجي عليا. واللي لسه ما حطيتش لايك انزلي بسرعه بسرعه حطي لايك واشتركي معانا في القناه لو لسه ما اشتركتيش. ويلا بينا نشوف هنعمل ايه. يلا انا شايفاكي وانتي بتعملي اهو، يلا قومي اعملي او تونسي بيا وانا بتونس بيك اهو. المهم تعالوا كده ندردش مع بعض النهارده ونشوف واحده من متابعينا حبيبتنا، يعني بعتت لي كده قصتها وقالت لي يعني شوفي ردود الناس ايه، وشوفي بجد عمايل الناس. يعني موضوع الخيانة ده بقى صعب قوي قوي بجد، يعني بجد ربنا يرحمنا يا رب. المهم هي متجوزة واحد وهما الاتنين يعني ربنا كرمهم بخلفة بنات، معاهم 4 بنات. المهم ان هم عايشين كويس والدنيا ما بينهم كويسة وكل حاجة حلوة. فالمهم هو عنده بيت وعنده تحت في البيت سوبر ماركت وكده وربنا كرمه يعني الحمد لله. فالمهم الاستاذ ده عمل ايه؟ قال لها انا مش عايزه اخواتي يورثوا مع البنات ومش عايزه البنات تتبهدل والكلام ده، فانا هكتب البيت ده باسمك. باسم مين؟ باسم مراته، حفاظا على ماله، لان هو اصلا كان صحيا مش احسن حاجه. يعني هي بتقول كان تعبان صحيا جدا. ففي الوقت اللي هو تعبان فيه ده كتب لها فيه البيت ده باسمها عشان خاطر البنات طبعا، عشان لو بعد الشر جراله حاجة، وفي نفس الوقت يبقى مطمن، يعني مطمن على بناته وعلى مستقبلهم. وهي عيني كانت شايلاه في مرضه جدا، كانت قايمه بكل طلبات البيت وخدمته وكل حاجه، لدرجه ان هي يعني من كتر ما هو تعبان وطبعا البنات عايزين مصاريف والبيت عايز مصاريف، نزلت تحت المحل ابتدت تشتغل وابتدت هي يعني قايمه بالدورين، بدور الاب والام مع بعض. يعني هي بتخدمه وبتخدم البنات وفي نفس الوقت بتشتغل عشان تصرف عليهم. فبتقول الموضوع كان صعب قوي عليا، وفجأة كان هو بيخرج يقول لها انا هروح اكشف، انا رايح للدكتور، انا هروح اعمل شوية تحاليل. تقول كان بينزل وكان بيتأخر بره، لدرجة في مرة جت واحدة قريبتها قالت لها انا شفت جوزك
مع واحدة برّه وقاعد معاها في كافيه، فهي ما صدقتش قالت لها: "لأ، أنتِ متأكدة إن هو"، قالت لها: "بُصّي أنا مش متأكدة أوي، إن أنا ما شُفتش وشه كويس، بس نفس لبسه ونفس الساعة بتاعته." فقالت لها: "لأ، يمكن حد تاني، يعني اللي عمل الساعة هيعمل مليون غيرها، واللي عمل اللبس يعني معلش المصنع مش هيطلّع حاجة واحدة بس على قدّه." فهي يا عيني طنّشت ومش في دماغها. ففجأة بيقول لها: أنا الكلى بتاعتي تعبانة ومحتاج غسيل كلى، فأنا خايف لو غسلت أنا جسمي ضعيف ومش مستحمل والكلام ده. طيب هتعمل إيه يا أستاذ يا محترم؟ قال لها: أنا عايزِك تتبرعي لي بكلية من عندِك، أنتِ كده عندِك كليتين، تعالي أمّا نعمل تحليل ونشوف التطابق ما بيننا، لو في تطابق كويس اتبرعي لي بكلية وأنتِ أم ولادي وأنتِ أنتم عارفين شغل بقى السهوكة والحنية أنتم عارفين الكلام ده، يعني مش محتاج إن أنا أقوله. فالمهم الغلبانة يا عيني صدقت، وطبعًا صِعب عليها جوزها أو ولادها وحبيبي بقى والحتة الجوانية، وأنت كاتب لي بيتك ليّا، فخلاص الست متطمنة. أنتم عارفين اللي هو إيه، في ثقة عمياء، ما فيش غدر ما فيش خيانة، وهي يعني بُصّوا كانت مسلمة الأمر لله ثم ليه، هو خلاص أنت لو طلبت روحي هادّيها لك، هي كانت ماشية بالمبدأ ده معاه. فالمهم فعلًا راحوا المستشفى وعملوا التحاليل، والكلية بتاعتها تمام كويسة وماشية مع الكلية بتاعته، تعالي يالّا هنخش نعمل العملية دلوقتي. هي استغربت وبعدين قالت ماشي، هو حالته صعبة ومش حالته صعبة، هو طبعًا يعني أستاذ في التمثيل، فمثّل عليها النقطة دي كويس أوي. فالمهم الأستاذ اللي حالته صعبة تعالي يالّا تخش تجهز للعملية وعمّالة تعمل في التحاليل، بتنادي عليه خلّي بالك من نَفْسك يا محمود، ما تخافش مش عارف إيه واتطمن. فالمهم دخلت بقى عشان تغيّر وتجهز للعملية، فواحدة من التمريض دخلت بتقول لها: "محمود مين؟" قالت لها: "محمود جوزي." قالت لها: "محمود جوزِك مين؟" قالت لها: "ما أنا داخلة أدّي الكلية دي لمحمود جوزي، أنا داخلة أعمل العملية دي وأتبرّع له بكليتي علشان هو الكليتين عنده متدمّرين، وطبعًا مش هيقدر يستحمل غسيل الكلى ولا أنا هاقدر أشيل وأحُط فيه والموضوع هيبقى صعب، فقُلت أنا كده عندي كليتين فهادّي له كلية وأنا كلية عادي." فقالت لها: "محمود أنتِ ماضية على الورق إن أنتِ هتتبرّعي بالكلية دي لواحد اسمه جمال." قالت لها: "نعم." قالت لها: "مش محمود جوزي اللي في الأوضة اللي جنبي اللي إحنا هنخش أنا وهو." قالت لها: "لأ أنتِ ماضية على الورق إن أنتِ قدّام مني أهو مدام كذا هتتبرّع لأستاذ جمال." فالمهم جريت جري على جوزها، الموضوع ده كذا صح. لقت إيه بقى، لقت حبيبة القلب بتاعة جوزها واقفة معاه في الأوضة وبتطمن عليه وهي مدخلاه العمليات. المهم اعترفوا لها إن هو كان هيبيع كليتها بمبلغ معين، وطبعًا علشان خاطر هو كاتب لمراته كل حاجة، كاتب لها طبعًا البيت، فما معهوش فلوس وهو عايز يتجوز السنيورة التانية، فيعمل إيه؟ يخلص من الأولانية، يبيع كلية الأولانية وبفلوسها هيتجوز التانية، هيدّيهم لها كمهر يعني زي ما بنقول. نصاحة جايبة من الآخر. فطبعًا عرفت بقى كل ده وطبعًا عرفت الحقيقة، فسابت المستشفى ومشيت. أول حاجة عملت إيه، جريت جري على البيت، اتصلت على أختها وجوز أختها قالت لهم تعالوا لي بسرعة، محمود حصل منه كذا وحكت لهم طبعا الحوار من أوله لآخره الدنيا ماشية ازاي. جوز أختها بقى إيه راجل كويس وقال لها أنا هقف معاكي، احنا هنغير كالون البيت مش هنخليه يعرف يدخل البيت تاني أبدا. وفعلا جوزها لما رجع حاول يدخل البيت، لما طبعا رجع من المستشفى حاول يدخل البيت لقى اختها وجوز اختها معاها طبعا في البيت وولاد اختها، فاللي هو عزوة بقى. فقال لهم انا عايز ادخل، قالوا له لا مالكش حاجة هنا خالص واطلع بره، مالكش اي علاقة بيها تاني،
وفعلا كلمت محامي ورفعت قضية خلع عليه، وقالت له انت مالكش حاجة عندي خلاص، الحاجة دي كده كده انت مديها لي لعيالك، فهي فعلا للبنات يعني، وجوز اختي واختي قاعدين معايا مونسني، وده كده كده بيتي، وانت مالكش حاجة هنا، واطلع بره بقى، روح اتجوز السنيورة بتاعتك. واترمى في الشارع. طبعا السنيورة التانية لا اتجوزته ولا اي حاجة، قالت له انت كده كده مش معاك فلوس، هاخدك اعمل بيك ايه؟ وهو ولا تعبان ولا عنده مشاكل في الكلى ولا محتاج غسيل كلوي ولا اي حاجة من الحاجات طبعا اللي هو كان عمال يمثل فيها دي، بس مجرد بس ان هو حب يغير الصنف شوية. وطبعا بما انه كل فلوسه محطوطة في البيت، ويدوب المشروع اللي بيجيبه بيصرف منه، بياكل ويشرب هو والبنات، وعلى قد مصاريف البنات، فمفيش اي دخل زيادة ليه ان هو يحوشه، ده على كلامها. فعشان كده حب يشغل دماغه، عايز يتجوز التانية ومعهوش فلوس، فيعمل ايه؟ يمرمط الاولانية ويضحي بيها، وعادي ماتت ماتت عاشت عاشت، هي ونصيبها. يعني اغلب اصلا اللي بيعمل العمليات دي ناس كتير اجسامها متستحملش، مناعتها بتبقى ضعيفة مثلا بعد العملية او حاجة. ده غير ان في ناس اجسامها، يعني غير اللي بياخد، يعني اللي بياخد كمان حتى لو في ناس بتطوب ساعات الجسم بيرفض الكلى. دي نقطة احنا ملناش دعوة بيها، لان هي اصلا مشكلتها ان هو هياخد كليتها هي. فافرض الكلية اللي هي هتفضل عايشة بيها دي باظت، حصل فيها مشكلة، حصل فيها اي حاجة، ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا كليتين عشان لو واحدة عطلت واحدة شغالة. طب هي بقى اللي معاها دي لو عطلت، لو ما استحملتش العملية، اي اصلا مشرط بيتحط في الجسم الموضوع بيبقى صعب. يعني مشرط هيتحط في الجسم خلاص الجسم بيتدمر. يمكن ناس كتير قوي بتتغاضى عن الموضوع ده. انا ضد اي مشرط تتحط في الجسم، يعني او الولادة القيصرية والواحد بيستحملها بالعافية، لكن اي عمليات تانية لا، لا ما تحطوش اي مشرط في جسمكم يا جماعة مهما كانت. الجسم بيعالج نفسه، وربنا خلقنا عشان جسمنا يعالج نفسه بنفسه. يعني دايما الناس اللي بتلجأ للعمليات وبتستسهل كل حاجة وتجري جري، انا هروح اعمل عملية كذا، انا هروح اعمل مش عارف ايه، لا بلاش بلاش عمليات، بلاش تدخلوا نفسكم في دوامة صعبة بجد. دوامة المستشفيات والدكاترة والعمليات والحاجات دي لا، حتى لو لأقرب الناس ليكم، اللي مكتوب له حاجة هيشوفها، واللي مكتوب له عمر هيشوفه، حتى لو أقرب الناس ليكم تعبان عادي حاولوا تعالجوه، مفيش حد يتبرع لحد بكلية. يعني ما تدمروش نفسكم، معلش انت بتقصف عمرك انت كمان. يعني اللي بيتبرع ده حتى لو بفلوس او من غير فلوس ايا كان، هتتبرع لمين او هتدي الكلية لمين، انتوا بتدمروا نفسكم. لو الكلية اللي معاكوا دي باظت انتوا هتعملوا ايه؟ طب افرض جسمكم ما استحملش ومناعتكم سقطت، الناس بتموت. طب وليه انا اعرض حياتي للخطر؟ حتى لو جوزي كويس، وحتى لو هو مخلص، وحتى لو هو ملاك، وطبعا كان هياخد الكلية دي مثلا ليه، هل انا ربنا خلقني علشان خاطر اروح اطلع من جسمي وادي حد تاني؟ يعني الرخصة دي يعني مين اللي اداها لكم؟ يعني مين اللي اداكوا الرخصة ان انتوا تطلعوا حاجة من جسمكم وتدوها لحد تاني؟ ده احنا هنتحاسب على النفس اللي بنتنفسه. التفكير اللي انتوا بتفكروا فيه، مجرد التفكير بس هنتحاسب عليه، ما بالك حتة من لحمنا هنطلعها ونديها لحد تاني؟ انتوا متخيلين الموضوع عامل ازاي؟ الموضوع صعب وموضوع كبير، مش كيس طماطم احنا هنروح نديه لحد وخلصت الليلة، لا بجد فكروا 1000 مرة قبل اي خطوة بتخطوها. حتى لو كان الحد ده كويس معاك، وحتى لو كان الحد ده نيته خير، لو امك وابوكي، مش هقول جوزك، ما يعني بجد ما تفرطوش في لحمكم. حتة ان انت تطلع حاجة من جسمك دي مش سهلة. هتقولي ما هو فلان محتاج، طب واللي بنتبرع له بالكبده اصله كبده مش عارف ايه. ظبطوا اكلكم وظبطوا حياتكم، ظبطوا، بصوا ظبطوا كل اللي بيدخل بقكم، ده اللي انا هقدر اقوله. كل حاجه بتدخل بقكم ظبطوها، كل حاجه تتظبط. لكن اي حد عنده مشكله ربنا كاتبها له، ربنا رايد ان فلان يحصل له الابتلاء كذا، ربنا رايد ان فلان في حياته يتعب او يمرض،
فكروا 1000 مرة. يعني هي أصلا قالت لي أنا هي لحد دلوقتي في حالة صدمة، بس بجد أكبر قرار عملته إنها خرجت الشخص ده من حياتها. اللي مش هيعيش مع واحدة بالود وبالحب وبالإخلاص بنقص بجد. يعني انت كارهها خلاص توكلي على الله، انت كارهاه خلاص توكل على الله. كل واحد يشوف حياته، ما توقفش حياتك عليها وانتي ما توقفيش حياتك عليه. الدنيا بتوقفش عشان حد، والدنيا ما بتوقفش على حد. كارهين بعض بناقص يا جماعة. ليه بنقاوح في ازاي نضر بعض، ازاي نأذي بعض؟ هنستفاد ايه؟ يعني انت هتستفاد ايه لما تأذي مراتك ام بناتك؟ حتى لو ما خلفتش منها، انت استفاد ايه ما تأذي بني ادم غيرك؟ يعني انا نفسي اوصل للنقطة دي. انتوا بتستفادوا ايه من اذية غيركم؟ هل انتوا كده هتبقوا احسن منهم؟ هل كده انتوا هتاخدوا رزقهم؟ والله ما هتاخدوا حاجة غير اللي ربنا كاتبها لكم. مش هتشوفوا خير ولا سعادة غير اللي ربنا قاسمه لكم. غير كده عمركم ما هتشوفوا اي خير وسعادة، بل بالعكس هتأذي غيرك ربنا هيبتليك. حتى لو ربنا حل الدنيا في عينيك وحل كل حاجة في عينيك، لا، ما بتدومش. والله العظيم الشر والأذى ما بيدومش. ربنا يديم عليكم نعمة الصحة ويديم عليكم نعمة الستر، وما تفرطوش في نفسكم ولا في صحتكم علشان خاطر لا زوج ولا ابن ولا أب ولا أم ولا أخ ولا أخت ولا أي حد. والله ما حد يستاهل إن الواحد يفرط في صحته عشانه. يا جماعة كلنا هنقابل ربنا، كلنا هنتحاسب على كل هفوة في جسمنا. يعني أنا مش قادرة أقول لكم إن أنا شايلة اللوز. والله أنا دلوقتي معرفت إن أنا هتحاسب عليها، مع إنها كانت أذياني، بس بمعرفتي إن ربنا هيحاسبني حتى على أهيف حاجة. أنا ندمت إن أنا شلتها. مش هقول إنها ما كانتش ضراني، لا هي فعلا كانت ضراني، بس مش قادرة أقول لكم إن الواحد وصل الندم بيه لإيه. يعني قربوا لربنا، مش هقول أكتر من كده، علشان خاطر الدنيا دي فانية ومش مستاهلة أي حاجة احنا بنعملها عشانها. مش مستاهلة إن احنا نحارب بعض، مش مستاهلة إن احنا نأذي في بعض علشان خاطر أي حاجة مهما كانت. الفلوس يا جماعة بتروح وتيجي، والله العظيم الفلوس ولا ليها أي لازمة. شوية ورق ملوش أي لازمة. مش مستاهلة إن احنا نأذي بعض عشان شوية ورق أو نضر بعض. عايزين نكمل مع بعض يا أهلا وسهلا، مش عايزين كل واحد يروح لحاله، كل واحد يشوف حياته. عيش حياتك. مش هنقول لك لا يا عم عايز تروح تتجوز روح اتجوز 2 و3 و4 و10، محدش قالك لا، بس ذنبها ايه الغلبانة الأولى دي تبهدلها